كلنا طبعا شفنا مسلسل العراف للنجم الكبير عادل إمام لما جسد شخصية النصاب اللي محدش يعرف اسمه الحقيقي، اللي كل ما يروح محافظة يعيش فيها سنين باسم ووظيفة وأسرة مختلفة. ورغم إنه نصاب لكن كل الناس كانت تحبه وتعمل له ألف حساب، ورغم إنه كبر في السن لكن دهاءه وعبقريته لسه شغالين زي ما هما. شخصية مركبة ومش سهل تتواجد في أرض الواقع، مش كده؟ يعني آخرها تبقى في المسلسلات أو الروايات. طب إيه رأيك لو قلتلك إن في شخصية كده فعلا؟ تعال أحكي لك عنها ونتعرف سوا على أصل وفصل فيكتور لاستينج. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. حكايتنا بتبدأ سنة 1890 لما اتولد بطلنا فيكتور لاستينج لأسرة غنية نوعا ما في بوهيميا اللي كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية. ولكن لحظة واحدة، مفيش أي معلومة مؤكدة لحد يومنا ده إن ده كان اسمه بجد أو سنة ميلاده الحقيقية. ليه؟ بكل بساطة لأن فيكتور كان صانع لنفسه 47 هوية مزيفة. أنت متخيل الرقم؟ يعني عامل 47 شخصية بتاريخها المختلف وبطريقة حركتها وكلامها المميز وخلفياتها المتنوعة. يعني واحدة من الشخصيات دي فقيرة والتانية غنية، أو واحدة منهم لدغة في الره والتانية بتهته في الكلام، أو واحد من هوياته المزيفة بيمشي على عكاز ببطء والتاني شخصية عسكرية حركته سريعة، وهكذا. ده لو في روائي قدر بطريقة ما إنه يكتب 47 شخصية في روايته، رغم إن الرقم كبير جدا. بمجرد ما ينتهي من الرواية هيكون نسيهم كلهم ومش فاكر حتى اسمهم، رغم إنه هو اللي مخترعهم من خياله الخاص. لكن بالرغم من كده فيكتور كان فاكر كل شخصية كويس جدا. خلينا نرجع لموضوعنا. فيكتور كان معاه عشرات من جوازات السفر اللي بالأسماء دي، وكان بيتكلم 5 لغات بطلاقة شديدة زي ما يكون من سكان البلد الأصليين، زي الفرنسية والإنجليزية والألمانية والأسبانية. من صغر فيكتور وهو ذكي ولماح جدا، ما كانش متفوق في الدراسة اللي كانت بتعتمد على الحفظ أكتر من الفهم، عشان كده كان ممتاز في مواد العلوم والرياضيات، لكنه كان فاشل في مواد التاريخ والجغرافيا. واشتهر بخفة إيده السحرية. يقال إن مفيش لعبة سحرية تعتمد على خفة اليد سواء في الكوتشينة أو غيرها فيكتور ما كانش يعرفها وما كانش بارع فيها كمان. وما اكتفاش بس بألعاب الخفة، ده كمان كان ماهر جدا في الغش في القمار وكسب منها فلوس كتير. ده كمان كان بيفبرك رهانات الخيول وياخد فلوسها ويهرب. أكيد بتقول إن دي أعمال إجرامية وإن فيكتور كان مجرم من صغره، لكن أحب أقولك إن دي مش جرايم، دي حاجات خفيفة. في المجتمع الأمريكي أي حد بيغش في القمار أو سباقات الخيل، زي عندنا في مصر كده. مش لازم تبقى مجرم يعني عشان تغش في الامتحان، دي حاجات صغيرة وبتعدي. فيكتور ما كانش بيجيد أي حرفة وما عندوش أي مهارة غير بس ذكائه الحاد. فضل يفكر في الوظيفة اللي يقدر من خلالها إنه يكسب فلوس من تشغيل عقله بس من غير ما يرهق جسمه أو يبذل مجهود عضلي، وما لقاش قدامه غير النصب. فعلا بدأ فيكتور في أسهل عمليات النصب، واللي هي البيع العقاري الوهمي. يعني يبيع شقة واحدة لأكتر من شخص في نفس الوقت، في حين إن ممكن الشقة دي ما تبقاش بتاعته من الأساس. كل الحاجات اللي فاتت دي عمليات نصب عادية، يعني أي حد يقدر يعملها. تعال بقى نتكلم عن أكبر وأشهر العمليات اللي عملها فيكتور في حياته واللي ما كانش في حد نفذها قبله أو بعده. يعني من الآخر عمليات نصب اتسجلت باسمه. صندوق الفلوس. فيكتور كان بيجيب صندوق خشبي ملهوش أي قيمة وبيحط عليه شوية حيل ميكانيكية ويدعي إنه حوله من صندوق عادي لماكينة طبع فلوس. الماكينة دي بتنتج $100 كل 6 ساعات، وكل اللي محتاجه عشان تشغل الماكينة دي هو شوية بنزين بس عشان التروس تتحرك لما تدوس على الزرار، وورق أبيض مقطوع بحجم معين عشان يطبع عليه الفلوس. الشاري طبعا ما كانش بيقتنع بالكلام ده ويقول دي مجرد فلوس مزورة يبقى ملهاش لازمة. عشان كده فيكتور كان بياخد الشاري من إيده ويروحوا لأقرب بنك ويعملوا إيداع للفلوس اللي طلعت من الصندوق، وفعلا بيتم إيداعها من غير أي مشاكل. هنا فيكتور بيثبت إن الفلوس اللي بتطلع دي أصلية جدا أو إنها مزورة باحترافية لدرجة إن البنوك بتتخدع فيها. طبعا جهاز زي ده عبارة عن كنز في إيد أي حد. هو إنتاجه للفلوس بطيء شوية، يعني بينتج $400 في اليوم، ولكن إيه المشكلة؟ هو مين يقدر يعمل $400 في اليوم أصلا؟ عشان كده فيكتور ما باعش من الصندوق ده نسخة ولا 2، بل مئات النسخ. انت متخيل انه نصب على المئات بنفس الطريقة؟ نفس النصباية كررها على الناس دي كلها.
طب فين النصبايا في الموضوع؟ لسه ما فهمتش. النصبايا هو إنه فيكتور هو اللي كان بيحط الفلوس الحقيقية دي في الصندوق، ويدعي إن الصندوق هو اللي أنتجهم، ولما كان بيبيع الصندوق كان بيحط فيه فلوس حقيقية تخليه شغال لمدة 3 أو 4 أيام بشكل طبيعي، ودي بتبقى الفترة الكافية عشان يهرب فيها من البلد، ولما الصندوق يطلع ورق أبيض بعدها يبقى فات الأوان. البلاغات اللي اتعملت ضد فيكتور كانت قليلة جدا رغم إنه نصب على المئات زي ما قلنا. طب ليه؟ لأن بكل بساطة اللي اتنصب عليه ده هيقول إيه للشرطة؟ أنا كنت بحاول أشتري ماكينة تزوير فلوس واتنصب عليا؟ ودي كانت واحدة من مهارات فيكتور المتعددة، إنه كان بيدرس ضحاياه كويس جدا قبل ما يلعب عليهم، وكان بيختار اللي فيهم صفتين مهمين: الغني والطماع. فيكتور كان بيحصل من الصندوق الواحد على 10,000 دولار، اللي هي تعادل حاليا ما بين 25,000 دولار أو 30,000 دولار، وعمليات النصب دي كانت بتتم في فرنسا وأمريكا. شهادات الاستثمار. في سنة 1922 فيكتور راح لبنك اسمه بنك التوفير الأمريكي في ولاية ميزوري الأمريكية، وعرض عليهم حاجة اسمها سندات مالية، واللي بتعادل شهادات الاستثمار أو الوديعة البنكية عندنا كده. المهم إن قيمتها كانت تعادل 32,000 دولار. فيكتور قال للبنك إنه عايز يدي الشهادات دي للبنك في مقابل حصوله على 10,000 دولار كاش وحالا، واخترع قصة من تأليفه كده إن بنته مريضة وإنها بتموت حاليا في المستشفى، ولو مرجعش بالفلوس دي عشان تعمل عملية خطيرة هتموت وهيبقى ذنبها في رقبتهم. والبنك فعلا وافق على عرض فيكتور. طيب فين النصب في كده؟ أكيد جه في بالك إن الشهادات دي مزورة، ولكن بالعكس، الشهادات كانت أصلية جدا، ولكن قبل ما فيكتور يسلم الشهادات للبنك بدلها في اللحظة الأخيرة بورق أبيض، ومشي هو مع الفلوس والشهادات كمان. هنا فيكتور ما استخدمش بس ذكائه في النصب، ده كمان استعمل خفة إيده الرهيبة. البنك هنا أجر محققين خاصين بعيدا تماما عن تدخل الشرطة في محاولة للعثور على فيكتور، وفعلا قدروا إن هم يوقعوه بعد كام شهر. طب هو ليه البنك ما لجأش للشرطة مباشرة؟ أقول لك يا سيدي إن الشرطة معناها الفضيحة، كل من هب ودب هيعرف إن البنك اتنصب عليه، وزي ما حصلت مرة ممكن تحصل تاني، وده هيخلي ثقة الناس في البنك تقل، وممكن يبطلوا التعامل معاه من الأساس، وده هيتسبب في خسارة كبيرة للبنك. فيكتور لاحظ كل ده وقرر استغلال الفرصة، قال لهم إنه هيرجع لهم الفلوس اللي خدها منهم في مقابل إن هم يسيبوه يمشي من غير فضايح ليهم، ويا دار ما دخلك شر. البنك شاف إن كلام فيكتور منطقي، فقرروا إن هم يوافقوا على العرض ده. فيكتور قال يستغل الفرصة أكتر وطلب من البنك 5,000 دولار عشان يفضل هو ساكت، اللي هي قيمة نص الفلوس اللي سرقها، لأن عادي بكل بساطة لما يخرج من البنك ينزل اللي حصل في الجرايد، وهو كده كده عنده 47 شخصية، يعني مش هيحصل حاجة لو حرق واحدة منهم. انت متخيل الدماغ؟ رغم ان البنك هو اللي قبض على فيكتور، لكنه لازال هو المسيطر على الموقف، وهو اللي بيساومهم بكل ثقة. بعد فصال كتير فيكتور خرج من البنك وفي جيبه 1000 دولار مقابل شراء سكوته عن اللي حصل. ولكن بما اننا عرفنا القصة دي وبنحكيها حاليا، يبقى فيكتور ما التزمش الصمت، ومن الاخر كده سيح لهم. آل كابوني، زعيم المافيا الكبير، واحد من أخطر الشخصيات عبر التاريخ وأكثرهم أسوأ. تخيل الفجر إن فيكتور نصب على آل كابوني. تعال أقولك إزاي. فيكتور راح لآل كابوني وعرض عليه إنه عنده خطط نصب كبيرة في البورصة، هيشتري أسهم ويبيعها والجو ده أنتوا عارفينه، وإن الخطة دي محتاجة ممول، ومفيش أفضل من آل كابوني عشان يساعده فيها. آل كابوني اقتنع بالكلام ده وادى لفيكتور الفلوس اللي هو عايزها، واللي كانت 50,000 دولار، على وعد إنه هيرجع له ضعف الفلوس دي. أكيد بتقول دلوقتي إن فيكتور خد الفلوس وهرب من البلد. هو الكلام ده ممكن يعمله مع أي حد في العالم إلا آل كابوني، اللي ما كانش هيكتفي بقتله بس، بل بتعذيبه كمان عشان يبقى عبرة لغيره. أمال فيكتور عمل إيه؟ فيكتور أودع الفلوس في البنك لمدة شهرين، وبعد الشهرين دول رجع سحبهم تاني ورجعهم لآل كابوني، وقال له إنه فعلا بدأ في عملية النصب، لكنها فشلت وخسر كل الفلوس، وإن فيكتور باع كل اللي وراه واللي قدامه واستلف من طوب الأرض واتدين من كل الناس عشان يجمع 50,000 تاني. وطبعا كلنا عارفين إن مفيش حاجة من الكلام ده حصلت. فيكتور طلب من آل كابوني إنه يديله مهلة عشان يقدر يجمع 50,000 التانية اللي هي المفروض كانت الأرباح. آل كابوني أعجب بإخلاص فيكتور الشديد، لأن بسبب تعامله مع رجال المافيا الأمانة والثقة بقت حاجة نادرة بينهم، ولما يشوف واحد أمين زي فيكتور كان لازم يسامحه.
آل كابوني متعود إن لو حد من رجالته فشل في حاجة هيسرق اللي يقدر عليه ويهرب، لكن فيكتور ما عملش كده. فيكتور رجع واعترف بغلطته وواجه الحقيقة. طبعا دي الصورة اللي اترسمت في دماغ آل كابوني، فقرر إنه يتنازل عن الأرباح، وإنه كمان يهدي فيكتور $5000 تقديرا على أمانته الكاذبة. ده غير طبعا فلوس الفوائد اللي طلع بيها من إيداع فلوس آل كابوني في البنك لمدة شهرين. هو طبعا مبلغ صغير اللي طلع بيه، ولو كان باع له صندوق فلوس من بتوعه كان زمانه عمل أضعاف الرقم ده، ولكن برضه ده ما نصبش على أي حد، ده آل كابوني بجلالة قدره، وده إنجاز ضخم يضاف لسجله الحافل بالنصب. الفلوس المزورة. في سنة 1930 قدر فيكتور إنه يزور $1,000,000. مش بس كده، ده قدر كمان إنه يدس المبلغ ده في اقتصاد الدولة نفسها، يعني اشترى بيه عقارات ودخل شريك في مشاريع كتير وباع حقوقه فيها كلها بعد أيام، وبالتالي بقى من المستحيل تعقب أصل الفلوس دي. ودي مهارة جديدة لفيكتور وهي غسيل الأموال. ومن المواقف الطريفة اللي متعلقة بالفلوس المزورة دي، فقبل كده فيكتور كان نصب على مأمور شرطة في ولاية تكساس وباع له صندوق الفلوس. فيكتور ما كانش بيلعب على رجال الأعمال الأغنياء بس، لا وكمان رجال الشرطة الفاسدين. مأمور الشرطة لما اكتشف خدعة الصندوق بعد فوات الأوان كالعادة، فضل يتعقب فيكتور بشكل فردي في صمت وهدوء من غير ما يقول لحد، لأنه طبعا لو اتكلم عن اللي حصل هيتعرف إنه مأمور فاسد همه الوحيد هو مصلحته. المهم يا سيدي إن المأمور ده نجح فعلا في الإيقاع بفيكتور، ولما واجهه بإنه باع له نصبايا، تخيل فيكتور عمل إيه؟ هو مهما تخيلت الصراحة عمرك ما هتجيب دماغه. فيكتور اتهم المأمور إنه هو اللي غبي ومعرفش يشغل الجهاز، أو إنه بطريقة ما خربه، عشان كده خده يصلحه منه واداله تعويض $5000، حاجة زي الضمان كده، وكتعويض عن التكلفة اللي صرفها المأمور في مطاردة فيكتور خلال الولايات. المأمور لقى إن الجهاز اتصلح وخد كمان نص فلوس الصندوق فوق البيعة. المأمور حس إن دي صفقة رابحة بالنسبة له، وسمح لفيكتور إنه يمشي في سلام من غير ما يقبض عليه. ولما راح المأمور يحط $5000 دول في البنك رفض استلام الفلوس لأنها من $1,000,000 المزورة اللي عملهم فيكتور. البنك طلب الشرطة واللي قبضوا على المأمور فوراً، ولما حققوا معاه اكتشفوا إنه مرتشي، وأحيان كتير كان بيسيب المجرمين طلقين بعد ما يدوله فلوس مقابل حريتهم. وكده فيكتور من غير ما يقصد ساعد العدالة في القبض على واحد من رجال الشرطة الفاسدين. فيكتور كان بيتنكر في هيئة وكيل فنانين، سواء كانوا مغنيين أو راقصين استعراضيين، ويركب البواخر الفاخرة اللي كانت بتتحرك بين فرنسا وأمريكا. البواخر دي بتبقى غالية جدا جدا، ومحدش بيركب فيها غير علية القوم من رجال الأعمال وساعات الملوك والسلاطين كمان، ودول كانوا الصيدة المثالية لفيكتور. فضل فيكتور يدعي إنه واحد من أكبر منتجين البرودواي، والبرودواي ده واحد من أهم الشوارع السياحية في ولاية نيويورك الأمريكية، واللي مليان مسارح وسينمات، والناس بتيجي تزوره من كل أنحاء العالم عشان تتفرج على العروض المميزة اللي فيه. وفيكتور كان بيدعي إنه عايز ينظم حفلة لأهم المغنيين المتواجدين في الوقت ده، ومحتاج معاه شريك. وطبعا ناس كتير كانت بتقع في الفخ ده وتوافق على الشراكة، خاصة لما يسمعوا أسامي الفنانين الكبار اللي هيتواجدوا في الحفلة. وبعد ما فيكتور ياخد الفلوس كان بيخلع ومحدش يعتر فيه تاني. فضل فيكتور مكمل في حركة النصب على البواخر دي لفترة كبيرة، وقدر يحصل على مبالغ ضخمة لحد سنة 1914 لما قامت الحرب العالمية الأولى وتوقفت كل حركات الملاحة الجوية أو البحرية. برج إيفل. سنة 1925 فيكتور قرأ مقال في الجرايد عن الخسائر اللي تعرضت لها فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، ومن أهم الخسائر كانت المتعلقة ببرج إيفل. برج إيفل كان محتاج لكم هائل من الأموال لترميمه وصيانته، في حين إنه مش بيرجع على الدول بكل الأموال اللي هتدفع دي. أيوة زي ما فهمت كده، برج إيفل اللي يعتبر واحد من أهم المزارات السياحية في العالم ما كانش جايب همه ساعتها. هو أصلا هيجذب السياح إزاي في حين إن كل حركات الملاحة واقفة بسبب الحرب؟ وبالفعل بدأ نص الشعب الفرنسي يقترح هدم البرج لأنه عامل تكاليف على الفاضي. وهنا لمعت الفكرة في عقل فيكتور. فيكتور طلب دعوة 5 من أهم وأكبر تجار المعادن والخردة في فرنسا، وطلب مقابلتهم في اجتماع سري في فندق دي كاريلون، واحد من أكبر وأشهر الفنادق الفرنسية. وعمل هوية مزورة ادعى فيها إنه مسؤول كبير في الحكومة، وإنه موكل إنه يجيب الشاري المناسب لبرج إيفل لأن تكاليف الصيانة أكبر من أرباحه، وقررت الحكومة تبيعه في سرية، وإن هو دلوقتي لازم يختار الشاري المناسب ما بينهم. كان بين الناس دي رجل أعمال اسمه أندري بوسان. ده يا سيدي كان رجل أعمال مهم في الوسط الفرنسي،
لكن مع الأسف اسمه مش مشهور، وزي ما تقول كده هو كان بيبحث عن الشهرة أكتر ما كان بيبحث عن الربح. فقرر فيكتور إنه يستغل النقطة دي. طلب فيكتور من أندري إنه يقابله على انفراد بعيد عن باقي التجار، ولما قابله فضل يقول له أي كلام عن إنه قد إيه حس بإن البرج هيبقى في إيد أمينة معاه، وإنه أكتر واحد شغله منظم وسمعته سابقاه والجو ده. ولمح فيكتور إنه مسؤول حكومي فاسد. يعني إيه فاسد؟ يعني محتاج رشوة عشان يدي صفقة البرج دي لأندري. أندري كان محتاج الشهرة، ومفيش أكبر من برج إيفل اللي هيشهره. وفعلا وافق أندري إنه يدي فيكتور مقدم تمن البرج والرشوة كمان، اللي يعادل 70,000 فرنك فرنسي. وطبعا فيكتور أول ما خد الفلوس هرب بيها على فيينا في النمسا، ومحدش عارف يعثر عليه. أندري بعد ما اكتشف إن صبايا حالته الصحية اتدهورت وجات له مشاكل كتير في القلب بسبب الصدمة اللي حصلت له طبعا. فيكتور فضل يتابع الجرايد الفرنسية عشان يعرف الصحفيين هيتكلموا عنه ازاي، لكنه ملقاش حاجة. محدش جاب سيرة اللي عمله كأنه محصلش. فبعت فيكتور واحد من جواسيسه يسأل عن اللي حصل لأندري، فعرف إنه ما بلغش البوليس، وإنه شبه بيموت بحسرته في صمت خوفا من الفضيحة. هنا فيكتور عجبه الموضوع وقرر إنه يعملها تاني. أيوة زي ما فهمت كده، رجع فرنسا بعد كام شهر وجاب 5 رجال أعمال معادن تانيين وعمل عليهم نفس الفيلم الهندي. أصل طالما الموضوع ما انتشرش في الجرايد وأندري ما بلغش عنه، يبقى الفكرة لسه جديدة وممكن استغلالها أكتر من مرة. ولما اختار واحد من التجار عشان يدبسه في النصبايا، زي ما تقول كده التاجر قلبه حس بإن في حاجة مش مظبوطة، فراح حكى للشرطة كل حاجة وسألهم إن كان الراجل ده تبع الحكومة فعلا ولا نصاب، والإجابة إنه نصاب طبعا. ولما الشرطة راحت عشان تقبض عليه، فيكتور كان سبقهم وركب أول باخرة رايحة لأمريكا وهرب. لكن بعد إيه؟ التاجر كان ادى الفلوس لفيكتور خلاص، وكانت الفلوس المرة دي 200,000 دولار. وبكده فيكتور باع برج إيفل مش مرة واحدة، لا مرتين كمان. وأخيرا كانت النهاية. وصلنا لآخر حياة فيكتور المليانة نصب وخداع. وأخيرا قدر ال FBI إنه يقبض على فيكتور في 10 مايو سنة 35، ولكن المرة دي كلامه المعسول ودهائه ما أنقذوش من السجن. ولكن ده ما خلاش مخ فيكتور العبقري يتوقف عن التفكير. فيكتور تم حجزه في واحدة من زنزانات المباحث الفيدرالية، حاجة زي التخشيبة عندنا كده، لكنه مش سجن. فقدر فيكتور إنه يهرب منه عن طريق صنع حبل من ملايات السرير. كلمة إنه كان مجنن ال FBI هي كلمة قليلة مقارنة بحالة القلق اللي كان عاملها فيكتور، عشان كده قدروا يوقعوه بعد شهر واحد بس من هروبه. وفي شهر نوفمبر من سنة 1935 اتحكم عليه ب20 سنة سجن، ومش في أي سجن، ده سجن ألكتراز الشهير، واللي يعتبر واحد من أكتر السجون تأمين وعزلة في العالم. وإحنا عملنا لكم عنه حلقة، هنسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، اوعوا تنسوا تشوفوها. وفي سنة 47 مات فيكتور في السجن بسبب الالتهاب الرئوي، وهو سايب وراه عشرات الأسئلة، وأهمها هو إزاي كان في إنسان بالذكاء والجرأة دي؟ ولكن يحسب إن فيكتور عمره ما نصب على ناس عاديين أو فقراء، بل دايما كان بيستهدف الأثرياء والفاسدين. يعني كان نصاب كبير بس ضميره حي. بكده تكون خلصت حكايتنا، وكالعادة مستنين أراكم في التعليقات. كان معاكم تيم حكاية أصلي، استنونا في الحلقات الجاية.